هاي انت، مضيت على تمرد؟ نزلت اتفسحت مع الداخلية وشربت عصير يوم 30/6؟ نزلت فوضت السيسي ضد الإرهاب؟ شغلت تسلم الأيادي بعد فض رابعة؟ رجعت للبلد حكم العسكر تاني؟ أظن بعدها كنت مستني إن حال البلد يتحسن بقى، وتحسن؟ الأسعار نزلت؟ حاسس بأمان؟ السياحة زادت؟ حاسس بحرية وبتعرف تعبر عن رأيك؟ حاسس إنك اتلزقت على قفاك؟ قفاك بيوجعك ومش عارف تقول أي؟ تحب توجه كلمة لحكم العسكر؟ تسلم الايادي. دي ورقة تمرد اللي مضى عليها 7 مليون مصري. 30 مليون 30 مليون يا عم 40 مليون، وحد هيعد ورايا؟ انا مواطن مصري، لا يفرق معايا محمد مرسي ولا سيسي، ولا يفرق معايا الحوارات دي كلها. كل اللي يفرق معايا ان محدش يديني على قفايا. قالوا لي معلش انزل يوم 30 وشيل الداخلية على كتفك، ونزلت وشلت عشان الورقة دي. قالوا لي معلش هنقفل بس الشوارع بالدبابات، واستحملت عشان الورقة دي. قالوا لي معلش بطاطس السيسي هتبقى اغلى من منجة مرسي، واستحملت عشان الورقة دي. قالوا لي معلش وانت قاعد كده انزل فوض، وفوضت عشان الورقة دي. واديني بقالي 6 شهور ونسيت. هو انا مضيت عليها اصلا؟ عشان الامن لسه مرجعش الشارع. تمرد سحب الثقة من محمد مرسي العياط. بنقول ببساطة عشان الأمن لسه مرجعش للشارع. فعلا بفكر إن إزاي هقدر أنتقل من مكان لمكان أو محافظة لمحافظة من غير ما تتسرق عربيتي. لا، اهم حاجة العربية. عربيتك شرفك، سرقت عربيتك اتسرق شرفك. اطلاق نار على محمود بدر وسرقة سيارته. مش مهم العربيات، هو يعني في كم مواطن عنده عربية؟ المهم الناس اللي في الشارع بعد ثورة 30 حاسين بالأمان. طبعا الوزارة بتطلع كل يوم بيان ان الامن مستتب وان الدنيا ماشية تمام وان مفيش يعني مفيش اي خطر امني في الشارع. هل انت متفق مع الكلام ده ولا لا؟ لا طبعا، فين الامن المستتب؟ مفيش امن مستتب ولا حاجه. مش زي الاول، برضه في قلق وكده. الواحد كان الاول بيخرج ويجي ويروح، دلوقتي ما حدش بيعرف يخرج. لو ما كان الامن مستتب او كان هيخلص بسرعه ما كانش الفريق السيسي لجأ للشعب وقال له فوضني لمحاربه الارهاب. الصراحه مش شايف الكلام ده خالص، بل بالعكس ده هي زياده. ولا امن ولا امل ولا بتشوف اصلا رجال شرطه في الشارع ولا اي. يا أخي الشعب ده ما عندوش دم. أمن إيه اللي عايزه في الشارع؟ وزير الداخلية بذات نفسه مش عارف يأمن نفسه. وقال مصدر أمني إن انفجارا استهدف موكب الوزير بعد خروجه من منزله متجها إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة. اتمردنا عشان الاقتصاد انهار وبقى قايم على الشحاتة. كل ما يطلع الرئيس محمد مرسي نقول له أزمات البلد يقول لنا هنجيب 3 مليار من قطر و2 مليار من ليبيا وهنروح والنبي نستلف من البنك الدولي. ايوه، احنا نموت من الجوع ولا نمد ايدينا نشحت من بره. ايوه محمد مرسي كان بيشحت من بره. رايح فين انت دلوقتي؟ وبعدين حضرتك لما تروح المانيا وفرنسا هيجوا يناقشوك في ايه؟ في قضايا ايه؟ والنبي هاتوا لنا مساعدات. كفايه يا اخي مساعدات بقى، كفايه ده الواحد بقى مكسوف من نفسه، كفايه. الواحد فعلا كان مكسوف ايام مرسي من كتر الشحات. يلا الحمد لله شلناه. قول لي بقى يا استاذ قرموط هنعمل ايه بعد ثوره 30؟ 31/12
اخر يوم في دعم الدول العربية لينا في مجال الطاقة. لازم الدول دي تستمر في دعم مصر. الدول دي مستمرة ولا لا؟ ولا هتحدثنا ولا هتعمل ايه؟ انا عندي كرامه، تديني بكرامتي ماشي، تحنسني لا. وايه اللي موقفها لحد ما يجي يخلص الشهر؟ ما اذا كانت عايزه تدعمنا تقول من دلوقتي، ولا لازم مين اللي يتدخل؟ انا ما اعرفش. يعني رئيس الجمهوريه يتدخل، ما كان في الامارات. ايوه الرئيس يتدخل، الراجل ده راجل محترم وكل الدول العربيه بتحبه. ونعطي دول 3 مليار و4 مليار و5 مليار، وهذا اخر واحد عدلي طرطور جاي هني ويبي 4 مليار وممول انقلابات دمويه. يعني مش هتشحتونا؟ اشمعنى كنتوا بتشحتوا مرسي يعني؟ أول مرة في حياتي أشوف نظرية اقتصادية اسمها عشان عليك يا قطر. ان احنا كل شويه قطر 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 قطر، وبنتكلم عن مساعدات قطر، ورفضنا هذا الامر انه جاي من دوله واحده. صح كده، ما ينفعش الشحاتة بالطريقة دي. قطر قطر قطر، الحمد لله بعد 30/6 هنشحت من كل الدول ما عدا قطر. كل الشكر والتقدير لكل من مد يده لنا، الأشقاء في المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، دولة الكويت الشقيقة، دولة الأردن، دولة البحرين. بس طب واحنا نشحت ليه اصلا؟ ما عندنا موارد كتير، عندنا مصانع بتتفتح، عندنا انتاج. ومفيش اقتصاد، مفيش اقتصاد، مفيش اقتصاد، مفيش مصنع اتفتح. اللي يقول لك في مصنع اتفتح يبقى كذاب. مفيش مصنع اتفتح. خلاص يا عم ما تزقش، بلاها مصانع، عندنا موارد تانية كتير. عندنا السياحة، سياحة يا مصر، مصر هي السياحة. النهارده معبد ابو سمبل لاول مره في تاريخه يبقى الدخل اليومي بتاعه 4 جنيه ونص، زائر واحد فقط ب 4 جنيه ونص. 4 جنيه ونص حلوين. انت فاكر يعني ابو سمبل كان بيجيب كام ايام مرسي؟ ده كان مسرح ام سمبل تنظف في المعابد. وبعدين انت سبت لي اثار مصر كلها وماسك لي في ابو سمبل، ومصر كلها مليانه سياحه. يعني متوقع عودة نسبة قد ايه من السياحة؟ يعني احنا دلوقتي عندنا ايه؟ قد انخفاض قد ايه؟ 45%؟ لا، ده 45% ده كان في يوليو، ده وانا بكلم حضرتك فوق 80%. 80%؟ فوق 80%. لما بنقارن السنة دي عن السنة اللي فاتت؟ ده السنة اللي فاتت اللي ما كانتش سنة يعني، اللي هي كانت سنة سودة يعني عادية. مش عاوز سودة يعني كانت سنه سودة، كان النقص في السياحه فيها 45%، انما دلوقتي 80%. اخرس. ها، اقتنعت دلوقتي انك اتختمت على قفاك؟ وهتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول نعم للدستور. ما تنساش تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك من الرابط اللي موجود تحت الفيديو، وتتفرج على حلقاتنا اللي فاتت، وتعمل سبسكرايب من هنا وشير. اعملوا شير، اعمل شير.